مانشستر يونايتد بيفوز على مانشستر سيتي، لا وليفربول بتخسر. يعني الاول سلام عليكم، معاكم محمد صلاح في الكوره مع صلاح، ويلا نبدا كده في قمه مباريات الجوله ال20 وفوز مانشستر يونايتد على مانشستر سيتي 2-1. إيريك تين هاج الصلعه الثانيه بتتفوق على الصلعه الاولى بيب جوارديولا. وواضح كده عشان تكون مدرب قوي في الدوري الانجليزي لازم تكون اقرع. يعني انا كده بالنسبه لي لا، انا ما ينفعش ابقى مدرب في الدوري الانجليزي، انا لازم اكون اقرع. عارف ازاي مانشستر يونايتد كسبت مانشستر سيتي؟ عشان ما اطولش عليك بس في الفيديو بتفصيله واحده بس. لو سالتك وقلت لك ايه هو اسلوب لعب مانشستر سيتي هتقول لي الضغط العالي والاستحواذ على الكره والتمريرات الكتير، صح كده؟ ده اللي عملته مانشستر يونايتد امام مين بقى؟ امام مانشستر سيتي. تخيل ان طباخ السم بيدوقه. حصل؟ حصل. مانشستر يونايتد كان الاكثر محاولات في الشوط الاول، وتقريبا الشوط الاول كله كان لمانشستر يونايتد، وكان في تراجع غريب جدا للاعيبه مانشستر سيتي. وخد بالك ان دي الخساره الثانيه لمانشستر سيتي في ظرف 4 ايام، الخساره من ساوثهامبتون في دور الثمانيه في كاس الاتحاد الانجليزي، والنهارده الخساره في ديربي مانشستر في الدوري الانجليزي. الفكره بقى انه ازاي ده حصل؟ دي تفصيله إيريك تين هاج اللي تقريبا كان محفظ لعيبه مانشستر يونايتد ازاي يقفوا جوه الملعب، ومين من لعيبه مانشستر يونايتد هيضغط على مين من لعيبه مانشستر سيتي، والتمركز هيبقى ازاي. وده شغل مدير فني. وزي ما بقول لك دايما الشوط الاول هو شوط اللاعبين انتهى بالتعادل السلبي، الشوط الثاني هو شوط المدربين. وبالفعل بيتفوق إيريك تين هاج لاصراره على نفس نهج الشوط الاول، الضغط العالي والاستمرار في المحاولات. وبالفعل حتى بعد تقدم مانشستر سيتي بهدف جريليتش البديل استطاع برونو فرنانديش وراشفورد اعطاء الافضليه لمانشستر يونايتد، وفوز مانشستر يونايتد في قمه مباريات الجوله ال20 على مانشستر سيتي وديربي مانشستر باللون الاحمر. الفكره بقى ان مانشستر يونايتد هو الفريق الانجليزي الوحيد في الدوري او في المنافسه بينافس على 4 بطولات مختلفه: كأس الرابطة وكأس الاتحاد والدوري الأوروبي الدوري الإنجليزي البريمير ليج. فتفتكروا مانشستر يونايتد ممكن يعملها؟ والله وارد جدا. الفرق بين مانشستر يونايتد والمركز الأول أرسنال 6 نقاط، 44 ارسنال، وفي المركز الثالث مانشستر يونايتد برصيد 38 نقطه. خلصت مباراه مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، دي كانت التفصيله اللي كنت حابب اتكلم فيها النهارده معاكم. نروح بقى على ليفربول ووضع ليفربول وخساره ليفربول من برايتون بنتيجه 3-0. ليفربول في خطر، ليفربول بعد الخساره من برايتون في المركز السابع وليفربول في المركز الثامن بعد 18 جوله خاضها ليفربول هذا الموسم. تخيل معايا ان ليفربول كسب 8 مباريات وخسر 6 مباريات. السؤال هنا بقى، هل ليفربول او مش ليفربول بقى، هل محمد صلاح في حاله عدم وصول ليفربول لمركز من المراكز المؤهله لدوري الابطال، هل محمد صلاح ممكن يترك ليفربول بعد تجديده العقد في الصيف الماضي؟ الله اعلم. الفكره ان ليفربول مفيش اي بوادر بتحصل. ليفربول من اول الموسم كله قال لك انه ليفربول هي اللي هتفوز بالدوري الانجليزي لخسارتها الدوري الموسم الماضي فرق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي. ولكن ليفربول هذا الموسم هش جدا، يمكن حتى في دوري الأبطال خسر في بداية مبارياته أمام نابولي بنتيجة 4-1 أو 3-1 مش متذكر. الفكرة كلها إنه هل ليفربول قادر على إجراء بعض الصفقات في يناير من أجل تدعيم الفريق؟ حصل فعلا وجابكو وصل لليفربول، لكن لسه ملوش أي تأثير. هل ليفربول هيقدر إن هو يستعيد نغمة الانتصارات مرة ثانية؟ هل ليفربول هيقدر يوصل لمركز من المراكز المؤهلة لدوري الأبطال؟ ده سؤال مهم جدا ليك عزيزي المتابع، وأتمنى إنك تشاركني برايك. هل انت شايف ان ليفربول يستطيع ان هو يفنش الدوري احد المراكز الاربعه الاولى؟ احنا طبعا عارفين ان اول 4 مراكز في الدوري الانجليزي هم اللي بيشاركوا في دوري الابطال، الخامس والسادس والسابع تقريبا بيشاركوا في الدوري الاوروبي، والثامن في دوري المؤتمر الاوروبي. فهل انت شايف بقى ان ليفربول وهو في المركز الثامن حاليا بعد مرور 18 جوله او بعد خوضه ل 18 جوله، لان طبعا احنا عارفين ان في جوله مؤجله اللي هي جوله وفاه ملكه انجلترا، وجوله ثانيه لليفربول لان ليفربول حاليا لعب 18 مش 19. ليفربول الان في المركز الثامن في الدوري الانجليزي. فهل انت شايف ان ليفربول ممكن يرجع تاني لمركز من المراكز المؤهله لدوري الابطال؟ طب هل لو ما وصلش محمد صلاح ايه هيبقى وضعه؟ محمد صلاح المفروض ان هو خسر المنافسه على كاس العالم، فبالتالي هو هيحاول يعوض الموسم التالي اللي هو الموسم اللي احنا بنلعب فيه حاليا. فهل بقى مع انتهاء الموسم وعدم وصول ليفربول لمركز من المراكز المؤهله لدوري الابطال هل محمد صلاح ممكن يفكر في الرحيل عن ليفربول؟ الله اعلم. دلوقتي مانشستر يونايتد فازت واصبحت في المركز الثالث، وليفربول خسرت واصبحت في المركز الثامن. قول لي توقعاتك للدوري الانجليزي في النهايه، مين هيفوز بالدوري الانجليزي؟ هل ارسنال اللي في الصداره حاليا برصيد 44 نقطه يقدر ان هو يستغل كل اللي بيحصل لصالحه ويفوز ويتوج بالدوري الانجليزي، ولا ممكن مانشستر يونايتد مع الاستفاقه مع إيريك تين هاج اللي بالفعل وجد ضلته مع مانشستر يونايتد، ولا ممكن مانشستر سيتي يستفيق مره واحده من كل اللي بيحصل ده خصوصا من بعد الفتره من بعد كاس العالم ويستطيع العوده مره اخرى والحفاظ على لقب الدوري الانجليزي لانه بطل اخر نسخه؟ كل التوقعات ممكنه، مستني توقعاتك انت دلوقتي. ولو وصلت لنا في الفيديو ما تنساش تصلي على النبي. وبس كده، والسلام عليكم.